بعد أكثر من عقد من الزمن وقع أبو سليمان في قبضة جهاز الأمن الوطني. الرجل الذي ظل اسما خافتا في الظل تحرك بخفة الأفاعي بين المحافظات وترك خلفه آثارا دموية لا تمحى. كان العقل المحرك لعمليات التفخيخ والانتحاريين والمصدر المباشر لوجع العاصمة بغداد والجنوب في سنوات النار والرماد. التحقيقات كشفت ارتباطه المباشر بأكثر من 100 عملية إرهابية أشرف خلالها على نقل العبوات والعجلات المفخخة وتهيئة الانتحاريين. الأخطر من ذلك كان هو من تعامل مع النقيب الشهيد حارث السوداني الذي اخترق التنظيم بشجاعة نادرة قبل أن يستشهد. أبو سليمان هو ما سلمه عجلات مفخخة وعبوات ناسفة ظنا منه أنه شريك، بينما كان الشهيد يحمي بغداد من الداخل. بهذا الإنجاز يضيف جهاز الأمن الوطني صفحة جديدة في سجل ملاحقة فلول الإرهاب، فالرجل الذي أفلت لسنوات يواجه اليوم العدالة وسط إشادة قضائية وشعبية ورسالة واضحة أن يد الدولة قد تطول مهما طال الزمن، والقصاص قادم ليس فقط أمام المحكمة بل أمام التاريخ وأمام ضمير شعب لم ينسى دماءه.